تشد يتشد، تمط يتمط، تسيبه يرجع تاني. فزورة عجيبة جدا بيدور على حلها عالم وولي عهد جزيرة كل اللي فيها ليهم راسين. حكاية عجيبة في رواية جزيرة إلخ إلخ لمينا عادل جيد. فزورة كان بيرددها الأولاد في المنيا، فزورة ملهاش حل، أو يمكن أصلا اللي ألفها ما كانش في دماغه إن هو يخلي ليها حل، هي مجرد إفيه. وإن كان أنا في خيالي اعتقدت إن ممكن يكون الشيء ده هو الفلابر بتاع روبن ويليامز في فيلمه اللي بنفس الاسم، أو ممكن يكون وش جيم كاري في فيلمه ذا ماسك. الفزورة كانت بداية لكتابة رواية لمينا عادل جيد. مينا عادل جيد اللي عرفناه من خلال كتاب يوميات طفل قبطي في المنيا اللي أخذ عنه جايزة معرض القاهرة الدولي للكتاب للعمل الأول، أو المجموعة القصصية نواحي البطرخانة اللي وصلت للقائمة القصيرة لجائزة ساويرس، وكمان روايته بيت المساكين. في روايته الثانية جزيرة إلخ إلخ، مينا عادل جيد بيبني عالم فانتازي كامل، جزيرة كل اللي فيهم ليهم راسين، جسم واحد، ايدين، رجلين، وبعدين الكتف بيتفرع منه رقبتين، كل رقبة فيها راس. وعن طريقة الكلام ممكن نقول ان في مثلا الراس اليمين بتقول حاجة، فالراس الشمال تروح قايلة نفس الحاجة بس بصيغة مختلفة، وده اللي لعب عليه مينا عادل جيد في الحوار بتاعه. لان فيه كمان حاجة تانية، ان ما ينفعش الراسين يختلفوا، لازم يبقى ليهم رأي واحد وقرار واحد، وحتى لو كان ده موجود ما ينفعش يقولوه، لان لو اختلفوا ده ممكن يأثر على مصير الجسد الواحد. والحاجة التانية ان حتى لو اختلفوا ما ينفعش يظهروا ده للناس، لان ده يعتبر كفر في عرف الجزيرة، وكمان في قانون الجزيرة اللي بيعاقب على ده إما بالحبس الانفرادي مدى الحياة أو الإعدام. كقارئ شفت الموضوع بتاع الراسين ده كأنه بيعبر عننا لو إحنا عندنا حاجة متحيرين إن إحنا ناخد قرار فيها، فبيحصل جوانا حوار داخلي. لو إحنا اتكلمنا وقلنا كذا ولا كذا ولا شيء، الناس هتقول إن إحنا بنتكلم على نفسنا. في الوقت نفسه لو ربطناه بفكرة الفزورة، فده معناه إن إحنا أحيان كتير ممكن يكون عندنا أسئلة، عندنا شك، لكن ما نقدرش نواجه بيها المجتمع، لأن المجتمع وصل خلاص لقناعات وما ينفعش إن إحنا نقلقه بأسئلة، ما ينفعش إن إحنا نقلقه بالشك بتاعنا، فما نقدرش نقول أسئلتنا. وقدام إن إحنا نخبي الأسئلة وما نتمردش على قناعات المجتمع، ففي كمان طموح الانسان وفضوله ان هو يجاوب على كل الاسئله، حتى لو كانت اسئله ملهاش لازمه، حتى لو كانت اسئله عبثيه، حتى لو كانت اجابه عن ايه هي حاجه تشدها تتشد، تمطها تتمط، تسيبها ترجع تاني. اللي خلاها مينا عادل جيد ماده موجوده فعلا في ايدين ابطال روايته. والرواية مقسمة ل3 أقسام. القسم الأول بعنوان طفو، وطفو هو إحدى شخصيات الرواية، هو عالم كمان عنده محل بيبيع فيه السكر المسكر، وكمان بنلاحظ إن أبوه هو رجل دين. ومن هنا داخل البيت الواحد ممكن مينا عادل جيد بيعرض إشكالية العلم والدين. المهم وهو قاعد في المحل بتاعه راجل عجوز بيفوت عليه ويسيب عنده أمانة. الأمانة ممكن تعتبرها إن هي كنز، شوال فيه فضة وذهب وياقوت، لكن اللي لفت انتباه طفو مش كل ده، اللي لفت انتباهه هو المادة اللي بتشدها تتشد، تمطها تتمط، سيبها ترجع تاني. ويبدأ رحلة عجيبة ولطيفة مليانة سخرية وكمان بسيطة جدا، رحلة عشان يكتشف ايه هي الحاجة ديت. بيفوت على أفرع علوم مختلفة، الفلك والكيمياء، أو من خلال الرحالة والجغرافيا أو الفلسفة، وكمان السحر والشعوذة. فبيفوت على ناس ممكن تجاوبوا على ايه هي الحاجة ديت. القسم الثاني من الرواية بعنوان ولي عهد الحاكم ابن السماء. من خلال اللقب ده في هذا العالم الفانتازي ندرك العلاقة ما بين الحكم، ما بين السلطة والدين أو رجال الدين. لكن ولي العهد ده اللي كان كمان ماسك منصب قاضي القضاة كان ليه طريقة عجيبة جدا. الصبح بيقعد مع رجال الدين ويشتم في العلماء، وبالليل يقعد مع العلماء ويشوف الفلك والنجوم والاكتشافات العلمية الحديثة. المهم كان أهل طفو راحوا قصر الحاكم عشان يبلغوه إن طفو بقاله فترة متغيب، وهم ما يعرفوش إن هو خرج في رحلة بحث عن طبيعة المادة دي أو طبيعة الشيء دوت. ده كان في الوقت اللي قرر فيه ولي العهد إن هو عايز يلاقي حب حياته. فجأة قرر إن أنا لازم أحب النهاردة، فبياخد بنت طفو في رحلة عشان يلاقوا الحبيبة. هنا مينا كان بيلعب لعبة لطيفة جدا، إن هو بين لنا البناء الطبقي لأي مجتمع بشكل ما، وكمان نظرة الحاكم للطبقات المختلفة ديت. فولي العهد بيفوت الأول على الطبقة الغنية أو ما أسماه بحي الأيدي الناعمة، وبعديها الطبقة المتوسطة وهي في حي المتأرجحون، وبعديها الطبقة الفقيرة
اللي سماها بحي الذين ينامون جوعا. اللطيف جدا ازاي كل طبقة منهم اتفاعلت وجاوبت على السؤال، وكمان ولي العهد ازاي تفاعل مع كل طبقة وبصلها ازاي، وهل يعيد تشكيل التكوين الطبقي ده ولا لما يكون حاكم. يمكن ده اللي دار كتير في عقل ولي العهد واللي هنعرفه من خلال قرايتنا للرواية. القسم الثالث بعنوان العجوز الغريب صاحب الجوال. بيفاجئنا مينا عادل الجيد فعلا من خلال ان هو بعد ما مرينا بالقسمين دول ان هو يرجعنا للراجل العجوز اللي ادى الشوال لطفه، بس من خلال الراجل دوت هو بيدينا بعض الاسئله، بس اسئله ادبيه شويه. يعني مثلا هل لازم العمل الادبي الرائع الكبير يكون من رحم المعاناه؟ هو لازم نتعذب عشان نعمل قصيده او قصه او روايه جيده؟ وكمان في حاجه تانية، لو احنا كل حاجه جات لنا في الحياه ببساطه هل هنبقى مبسوطين ولا لازم نتعب شويه؟ لازم كل شويه يبقى فيه ابس اند داونز، لازم يبقى عندنا حاجه هزيمه، عندنا حاجه انكسار عشان بعديها نحس بالانتصار. هل لو ما كانش فيه الخلطه ديت هتبقى الحياه سعيده ولا هتبقى ملهاش طعم؟ مينا عادل جيد بنى عالم فانتازي كامل بعلاقاته باشخاصه، بالروابط ما بينهم، ما بين العلاقات، بطريقه الحكم، كل حاجه بالطبقات. وبعد ما خلانا نصدق في العالم ده تماما وندخل للعالم بتاعه خلينا نضحك، لان في حاجات كتير في العالم الفانتازي ديت هي قريبه من الحاجات اللي احنا بنعيشها، فعشان كده بنشوف الموضوع بشكل كاريكاتيري. حاجات زي مثلا اشكاليه العلم والدين، او مثلا ان هو يروح قايل جمله كده ساخره جدا محدش بيفهم كلام الفلاسفه بس ما ينفعش نقول كده، او ان حتى الحاكم وهو في السلطه ما ينفعش يعارض الشعب في المعتقدات الخاصه بيه حتى لو كان بينافقهم. او مثلا في مشهد خاص بعالم الفلك بيكتشف ان الارض كرويه او بيضاويه، فالحاجه اللي احنا اصبحت عندنا من المسلمات بتتعرض قدامنا وكانه بيحصل لاول مره، كاننا في المستقبل بنشوف الماضي ازاي الموضوع وازاي الدهشه اللي حاصله والخوف ان هو يقول للناس ان الارض يا جماعه مش مسطحه. العديد من القضايا ديت خلتني وانا قاعد اضحك في الوقت نفسه، اقول هو خيالي بس احنا عايشين. جزيرة إلخ إلخ لمينا عادل جيد رواية فانتازية لعالم شديد الواقعية بكتابة ساخرة حلوة. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. أنا خالد منصور واشوفكم الفيديو الجاي.